الفيديو اللي فات عملنا تطوير ل3 حسابات، ودي كانت النتيجة النهائية لل3 حسابات. زي ما انتم عارفين كنت عامل تطوير الحسابات دي عشان اختار تشكيلة واحدة اكمل بيها سلسلة من الصفر. وانا النهارده قررت ان انا اكمل بالتشكيلتين دول في سلسلة من الصفر. بس قبل الفيديو كده صلي على النبي واذكر الله واعمل لايك وفولو. سلامنا لعيبة ناروتو، يلا بينا نشوفوا ايه الباكجات اللي موجودة عندنا. باكج نجوم الاسبوع، بص باكج تعبان كده مفيهوش غير دي بروين ولوبيز. انا بص يا عم عايز اي حد ما عدا الحارس. باكج يعني مش احسن حاجة، ويا ريت بقى نطلعوا منه باقصى استفادة مادام هو مش اقوى حاجة. بسم الله يا جدعان، احنا قلنا مش عايزين الحارس تجيبوا جايبين الحارس ده، انتوا ايه يا جدعان؟ عارف انها حركة غبية وممكن تضيع علينا 100 كوين، ولكن نجربه، نو ريسك نو فن. والله يا جدعان ممكن اجيبه في حساب فاضي يا جدعان وابدا بيه مستيت من الصفر واتمزج بقى باللاعب الجارس بيل. والله هيطلع لنا هنا هل سياتي حد. حمسنا شويه زياده عن اللزوم. ايه اللي يا عم ده يا عم، حتى مش هايلايت. احنا هنعمل حاجه كده، نجيبه لاعب من عقود الترشيح وهنجيبه ان شاء الله ديزري دوي. بس عملت حركه غبيه يا جماعه، كنت فاكرها حركه ذكاء اللي انا هحوش بعقد الترشيح على الباكج اللي جاي. اتاري بقى الباكج اللي جاي خرا، مفيش غير دوي اصلا. كان الحل جبت كونيا من الماكج اللي فات. اشتروا المعلم ده برضه تقاطع حلوة بعقد ال4 نجوم، واهلا وسهلا بيه. مش هلعب بيها، يكون كمالة عدد كده لحد ما يجي لعيبة اقوى. وتعالى كده نحط اللعيبة في التشكيلة. حط اوديجارد، حط ليفاندوسكي، دخل نيمار، دخل الحارس التعبان ده، ودخل ده كمان كمالة عدد، دخل ديزري دوي. طورنا كده المعلم ديزري دوي ويوصل في التشكيلة 99. ونشتروا من المتجر الجود بيلينجهام، ندخلوه للتشكيلة ونطوروه وهيوصل في التشكيلة ل98. طوروا الحارس أليكس روميرو وندخلوه للتشكيلة. تعالى كده نحاول نضيف المختار بوستر يوصله ل104 وما وصلش للأسف. ويلا نحاول نضيفه لخولة الدبل تاتش وبسم الله. يلا سومبريرو لعن، يلا كابتنسي اديها يا ابني، خلاص يا ابني كفاية. يلا هاتريك كابتنسي يخرب بيت كده يا شيخ. تعالوا نستردوا الطاقات فوكس ان ذا بوكس 88 87 86 85 مش واو ولكن كويسين. 90 فينش 85 هيدنج 84 كيرل كويس. سرعة وتسارع وكيكنج باور كويسين وبالانس. حاسس ان ممكن عايزه يعلى شوية في البالانس. مهارة الماجنتيك فيت والفينومينال فينشنج هو مش احسن مهارات، لو كان نولو سكيمر او ويل باور كان هيبقى احسن. وعمك مختار جول بوتشر ووعي ودريبل كويسين وفينش كويس. هيدنج يعني متوسط، هو الهيدنج اصلا مش هيفيده في حاجه، يعني هو اصلا قصير وعنده سرعه وانتصار كويسين. فيزيك متوسط والله 163 سم. انت متخيل طوله ده ممكن يعمل قلق ده على فكره. طاقات البيبي دستروير وطاقاته الدفاعيه زي ما انتم شايفين، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. سرعة تمام، بس مش عارف في اعلى منهم ولا لا. بس فيزيك وهيدنج كويس ولكن الستامينا قليله. نازل بالفورتريس واللونج ريتش تاكل. ودي تشكيلتنا ويلا بينا على الماتشات. هنجربوا التشكيله دي في الانليميتد ان شاء الله. الفيديو الجاي هيكون الديفيجن يتحسن شويه، وان شاء الله من الفيديو الجاي هيبقى الماتشات كلها في الديفيجن. واول خصم معانا 3155 اقوى مننا. ودي تشكيلتنا وتشكيله الخصم، والله تشكيله كويسه. اقطع ايزو خالد انزو لدوي. دوي هيبصيها خولات اجري خولات يا ادي الخولة التاني يا عم. وصلت مختار خولت لمختار. يلا يا مختار شد يا مختار يا عم. هيجيبها خولت ولا ايه يا عم شد شوية. يلا يا مختار، يلا يا خولت، انت جبت يا خولت. باص مختار يشوط وجول الهدف الاول. ايوه دوي ادي مختار عدى مختار. باص خلت هيعملها ولا ايه؟ انا والله العظيم انا مش مقتنع بيك يا خالد، والله مش مقتنع بيك. وارتوه يحول خلت لحد دلوقتي لسه ما اثبتش قوته. يلا يا خلت شد يا خلت، اجري يا خلت ولم يا خلت ويشوت يا خلت. هو ده خلت اللي انا عارفه. حذاري يا جدعان حذاري. يلا يا فان دايك يا عبيط يا هبل. يلا يا خولي بركة ربنا دي. يلا لب بقى يا عم مختار. اقول فيك ايه وانت عامل زي. وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 ومعانا 3224. ده مش وقته خالص دي على فكرة. ودي تشكيلتنا وتشكيلة الخصم. اتفرج يا عم انا هسد قدام الهجوم ده ازاي بالدفاع اللي عندي ده. حذاري يا ولادي. بص
جول اكيد، ما هو دفاع مالطا. اعملوا حاجه بقى يا فرقه مالط، يا مش عارف بقى اشتم مين فيكم، من اللي مش عارف يسبق ولا اللي باص الباصه المعفنه دي. استغفر الله العظيم، مش عارف انت ليه وحش كده يا بيبي والله. ايوه يا حارس يا اسطور. النت علق، يا نهار اسود، يا ناقصه. احنا عارفين نلعبوا والنت مظبوط، لما النت يعلق ابص الجون، يعني ما ماليش دعوه الجون ده ما يتحسبش عليا. يا سهله الريمونتادا يا جدعان، سهله. يلا يا مختار. يا مختار بقى، انت قصير قوي يا مختار، والفرقه التقيله اللي قدامنا صعب يا جدعان، لسه من الصفر يا مختار، لا عليك يا مختار باص. يا نهار اسود. ايه اللي انت بتعمله ده؟ حرام عليك يا خولت والله، حرام. اهو لبسنا التالت، اهو لبسناه بسببك يا زنج. ما هو خلاص صعب الرومنتاد. شوطها يا عم، مش بباص الخولي ده تاني انا. ايوه تمام، ماشي يلا. ادي المختار. مختار خايف ابصير خالد يضيعها. خالد اخيرا يا عم، اخيرا عملت حاجه صح، والله فيها التعادل. يلا يا مختار، شد يا مختار، اجري يا مختار. يا عم حرام والله. استغفر الله العظيم. يلا نيمار ده بالتاتش، يا نهار اسود على قوه الدفاع عنده، يا نهار اسود، دفاع صعب يا جدعان. يلا يا خالد انت، يا نهار اسود عليك، يا نهار اسود. يلا يا خالد، ده انت والله ما في نفع منك يا جدع. اخر فرصة دي يا رب. يلا يا ارنولد، ادي الخلد. يلا يا بلينجهام، بالله عليك بصيها صح الخلد. يا نهار اسود على البصل الخرا اللي شبه وشك يا ارنولد. الماتش المفروض اصلا يكون 2-2، لان اصلا دخل جول والنت كان عندي كان معلق، فانا ما حسبتهوش ومش هحسبه، والماتش انتهى 2-2. الخصم اللي بعده، يا نهار ابيض، ايه كل ده؟ يا عم ايه ده يا عم، ايه كل ده يا عم؟ انت جاي ليه جايب لي الخصم ده بالتشكيله دي يا جدعان؟ انا عايز افهم ايه العبط اللي كونامي بتعمله ده، وبيعمل ايه ده في احداث الكوين ده؟ انا عايز نفسي افهم. ما تروح تلعب ديفيجن يا عم وسيبنا في حالنا. نوت فير والله يا جدعان، مفيش اي. اوعك السكريبت يشتغل. يا رب بقى يفنشها، بس مع قلبي حاسس والله انه مش هيفنشها. ادي الخلط. الدفاع اتفتح، شوطها بقى بدري عشان انا ممكن اتاخر، وجول الهدف الاول. عمرها ما كانت بالتشكيله يا جدعان، باللي بيلعب. شوف الهجمه الاسطوريه دي. يلا يا خالد، تقيل قوي. اقطعوا اقطعوا يا جدعان، انتوا واقفين تتفرجوا يا جدعان؟ الحمد لله. يلا ادي المختار. الحمد لله الدنيا سالكه معانا قوي. مختار مش هيعمل حاجه، مختار صعب انه يعمل حاجه بالكره دي، قلت لك يا عم ده صغنن قوي. يلا خالد، عدى خالد، جرى خالد، هرب خالد، شاط خالد. يا نهار اسود عليك يا خالد. حذاري من باتيستوتا، حذار. طب ازاي يا جدعان؟ انا عايز حد يقنعني ازاي الكوره دي تدخل في الزاويه دي، يعني يصد الصعب بيجي في قدامي الكوره دي زي اللهبل كده واقف مش عارف يجيبها. يلا بيلينجهام، ادي يا عم المختار. مختار ايوه كده مختار. شوت يا مختار بقى حبيب قلبي. حذاري دفاع ملط، حذاري. ايوه كده، ايوه هو ده الكلام الصح. عايزين تفنشوا اي كلام وتدخل جون يا جدعان؟ في ايه؟ ما تتعلموا الفينش بقى. ايوه ادي الخلد. يا رب يا رب. والهدف الثالث، انتهت المباراة بنتيجة 3-1 ضد التشكيلة اللي بقى كلته ده. ما بدل ما بتعرفش تلعب بتشحن او بتشتري تشكيلة ليه؟ اتعلموها الاول بقى. ابدأوا بالمعلم خلط. هو لاعب معانا 31 ماتش الصراحة، ما اللي هو ما اقنعنيش انه خلط. هو خلط ولكن ما اقنعنيش انه خلط، اللي يجي منه احسن من كده. ممكن الاسابيع الجاية مستواه يبقى احسن من كده، ولازم يتضاف له الدبل تاتش، لانه الصراحة كده مش مفيش رجا منه. اما الحاج مختار بقى، ده لاعب 163 سنتي، ما تستناش منه انه يكاتف ويعمل الحاجات دي. هو كلاعب توتال ممكن ياخد 8 من 10، ممكن تجربه بس ما يلعبش توب، وبس لازم برضو يتضاف له الدبل تاتش. بيب انا الصراحه برضو مش مقتنع بيه لحد دلوقتي، حاسس انه يجي منه احسن من كده. ممكن برضو ادي بيب للتقييم المبدئي 8 من 10 وبس. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اعمل لايك واكتب رايك عن الفيديو في الكومنتات، وقول لي في الكومنتات هل اكمل السلسله من الصفر بالحساب خالد بس، ولا اكمل بحساب خالد وإيتو. وشكرا على وصولنا ل1000 مشترك على اليوتيوب، وعايزين نوصلوا قبل العيد الكبير ل2000 مشترك. اعمل بقى لايك واشتراك وشير القناة لاصحابك، وما تنساش تفعل الجرس علشان اول ما الفيديو ينزل يوصلك على طول، وده بيساعد الفيديو على الانتشار اسرع واكتر. متنساش تصلي على النبي وتذكر الله، واشوفكم الفيديو الجاي.